أورد لكم متابعينا الكرام أبرز التطورات الميدانية وقعت منذ صبيحة هذا اليوم وحتى هذه اللحظات. الإعلام العبري تحدث عن 3 قتلى وفق أيضا جيش الاحتلال الذي أعلن عن 3 قتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين نتيجة تبادل إطلاق نار وقع على الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة. هذا الحدث الأمني قيل أن شرطي مصري وفق الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن شرطي مصري قام بإطلاق النار اتجاه مجموعة من جنود الاحتلال في المنطقة الحدودية من معبر نيتسانا الواقع في جنوب قطاع غزة. هذا الموقع أو هذا المعبر يربط ما بين الجانب المصري والاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك إطلاق نار وتبادل إطلاق النار منذ صبيحة هذا اليوم. الاحتلال في بداية الأمر تكتم عن خسائره وطالب بفرض الرقابة العسكرية حول الحدث، لكن